الناس اللي بتكتب لي في التعليقات اتكلم عن غزة، اتكلم عن غزة. ايه اللي هتكلم فيه عن غزة؟ ايه اللي انا هطلع اقوله عن غزة غير المعروف والمتداول واللي الناس كلها شافته واللي الناس كلها عارفاه؟ ايه الجديد اللي انا هطلع اقوله عن غزة؟ ايه الجديد اللي انا هطلع اضيفه لما اتكلم فيه عن غزة؟ وبعدين هو كلامي انا اللي هيحرر غزة؟ هو كلامي انا اللي هيحل مشكلة غزة؟ مشكلة غزة الناس كلها بتتكلم عليها وكل الاعلام بيتكلم عليها وكل الناس شايفاها وكل الناس عارفاها. يا سيدي الفاضل، غزة مش عايزة ناس تتكلم عنها، غزة عايزة ناس تدافع عنها، غزة عايزة ناس تطلعها من اللي هي فيه، غزة عايزة ناس تديها اكل عشان تاكل. غزة فيها 2 مليون بيموتوا من الجوع وكل الدنيا بتتكلم عنها. من بداية الموضوع الاعلام بيتكلم عنها، الصحفيين بيتكلموا عنها، طلعت بعد كده برامج الانترنت وبرضه بيتكلموا عنها، طلعت الميديا وبرضه بيتكلموا عنها في الميديا، طلعت تيك توك وطلعت الفيديوهات وكل الفيديوهات بتنتشر والناس بتشوفها وبرضه بيتكلموا عنها. في حاجه اتغيرت؟ انا عايزك ترد عليا، عايز حد يكتب لي في التعليقات. مفيش حاجه اتغيرت. فانا لما اطلع اتكلم عن غزه ايه اللي هيتغير؟ هو كلامي اللي هيغير غزه؟ يعني انا غزه مش هتكلم عنها ومش عايز حد يكتب لي في التعليقات اتكلم عن غزه. وده مش عشان انا كاره غزه ولا هترك غزه ولا مش عايز اهتم بموضوع غزه، وانما عشان غزه مش عايزه اللي يتكلم عنها، غزه عايزه اللي يعمل لها، غزة عايزة فعل مش كلام. فلما يبقى فيه فعل ابقوا عرفونا عشان نطلع نتكلم ونأيد ونقول ونوضح ونفهم الناس ويبقى لينا رد فعل وناخد موقف. اما من طول ما هو كلام فاحنا سيبنا الكلام لاصحاب الكلام. الناس اللي بتدور على الترند وبتدور على الريتش وبتدور على المشاهدات بيستغلوا موضوع غزة، عشان موضوع غزة طالع ترند حاليا فبيطلعوا يتكلموا عنه عشان يلموا مشاهدات ويلموا لايكات ويعملوا فلوس من ورا المشاهدات دي عشان موضوع غزة طالع ترند. لكن اول ما ينزل الترند عن موضوع غزة هيشوفوا لهم موضوع تاني يتكلموا عنه. وانا بصراحه مش حابب اشارك في الامور الرخيصه دي. يا راجل ده وصلت لدرجه ان في واحد عامل صفحه على التيك توك بيطلع يتكلم فيها عن موضوع غزه وبيلم فلوس وبيلم دعم عشان خاطر يساعد بيها اهله اللي هو قاعد معاهم في غزه. تخيل بيعملوا ايه؟ عملوا صفحات شبيهه لصفحته، صفحات مزيفه، وبيطلعوا يطالبوا ويلموا دعم باسمه. تخيل وصلت لدرجه ايه؟ والراجل طلع بنفسه وحكى واتكلم وقال عن الموضوع ده وجاب الصفحات المزيفه اللي بتطلع مستغلية اسمه. يعني متخيلين ان حتى المجاعة بتاعت الشعب بيطلعوا يتاجروا بيها، وتيجي انت تقول لي اطلع اتكلم عن غزة؟ غزة لها الله يا صديقي. اما بالنسبة لنا احنا فنسأل الله انه يغفر لنا تقصيرنا، وحسبي الله ونعم الوكيل.